لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا مش مصدق. أشرف بن شرقي في النادي الأهلي والشياط في 100 عقبة. النادي الأهلي شبه خلص في 5 صفقات سوبر من العيار الثقيل، بعد ما كانت جماهير النادي الأهلي أقصى طموحاتها إن النادي الأهلي يتعاقد مع سعيد وسيمبوري بسبب اللي شفناه من مجلس إدارة النادي الأهلي، بطء في التحرك في ملف الصفقات. النادي الأهلي في خلال ساعات قليلة فقط خلص في 3 صفقات من العيار الثقيل، سواء المهاجم السلوفيني ونجم الدوري المجري وثالث هداف في الدوري المجري، واللي سجل اولى اهدافه مع النادي الاهلي امام فريق الطموح بيراميدز نيجي جراديشار. انا مش مستوعب. وكذلك احمد رضا يعتبر من الناشئين نادي الزمالك قادم من فريق بتروجيت، وكذلك مصطفى العش. طب النادي الاهلي يكتفي بالثلاثي ده؟ لا، النادي الاهلي حاليا شبه خلص في الجناح المغربي المرعب، ولاعب نادي الزمالك السابق اشرف بن شرقي سيدي بن قلبي بن شرقي. انت بتتكلم جد؟ شقيق بن شرقي يعتبر وكيل اعماله موجود في القاهره بقاله 48 ساعه، خلص في الصفقه، خلص كل حاجه. وخير مثال ودليل ان اشرف بن شرقي فسخ عقده بالتراضي مع فريق الريان القطري، تنازل عن $1 مليون من راتبه من اجل الانضمام للنادي الاهلي، عايز يشارك في كاس العالم للانديه مع النادي الاهلي. من زي ما بتقول جماهير نادي الزمالك وبيحب نادي الزمالك واشترى نادي الزمالك، ولكن هناك فشل اداري لان مجلس اداره نادي الزمالك ما عرفش يوفر لبن شرقي الراتب اللي هو عايزه. اقنعني ازاي وهو تنازل عن $1 مليون من راتبه؟ النادي الاهلي ما كانش هيقدر يدفع الراتب اللي طالبه. يعني اللي سهل انتقاله للنادي الاهلي هو اشرف بن شرقي نفسه. اشترى النادي الاهلي. طبعا اللي يشتري النادي الاهلي احنا كجماهير بنشتريه تلقائيا. اشرف بن شرقي في الموسم الحالي مع فريق الريان القطري خاض معاهم 16 مباراه، ساهم في 10 اهداف، قدر يسجل 4 اهداف ويصنع 6 اهداف اخرين. عمره 30 عام، ولكن لما تشوفه على ارضيه الميدان تعطيه مثلا ما يقرب من 25 عام. الرشاقه واللياقه ما زالت متوفره في اشرف بن شرقي لما كان مكسر الدنيا مع نادي الزمالك وكذلك مع فريق الريان في الدوري القطري. هيجي النادي الاهلي هيتعاقد معاه مده 3 مواسم مقابل $3 مليون. صفقه سوبر، مكسب للنادي الاهلي، لاعب تقيل جدا، اضافه للنادي الاهلي، اضافه للنادي الاهلي. ميزه في الصفقه انه لاعب متحرك، ما بيحبش يقيد نفسه في مركز معين، وينج ليفت شغال وينج رايت شغال، احيانا بيسقط في مركز المهاجم ما عندوش ادنى مشكله. لاعب ذكي بيلعب بقدمه وعقله في نفس التوقيت، الاثنين مع بعض، دماغه شغاله ما بتقفش. صفقه سوبر كانت منتظره من 2 طبعا ما فيش كلام. وكذلك نجم الدوري السويسري ديريك كوتيسا اللي يعتبر من اصول انجوليه، العمر في التوقيت الحالي 27 عام وعلى مشارف ال 28 عام، سفاح، قاطره بشريه، قوة بدنية جبارة، جناح شمال ولكنه هداف بالفطرة، أشبه بالمهاجم. خاض في الدوري السويسري في الموسم الحالي 19 مباراة، قدر يسجل 11 هدف ويصنع هدفين آخرين، لدرجة إن أحيانا حراس المرمى بيخافوا يتصدوا لتسديداته، بخلاف تمريراته الحاسمة. جناح سوبر زي ما بيقول الكتاب، من داخل أو خارج منطقة الجزاء بيسجل، بيمتلك قدم يسرى قوية فولاذية. مع إن بن شرقي لاعب تقيل، ولكن من وجهة نظري ديريك كوتيسا هيعمل منه ايفرتون دا سيلفا اللي كان مرشح واللي ما زال مرشح مليون لاعب. الصفقة دي لو تمت مدافعين الدوري المصري ومدافعين القارة الأفريقية هيعانوا بشكل كبير جدا، مفيش حد هيقدر يوقفه، مفيش حد هيقدر يقطع منه الكرات اصلا. مجلس اداره النادي الاهلي حسم الصفقات في الوقت بدل الضائع حرفيا، والشياط في 100 عقبه، خصوصا بعد قرب اعلان النادي الاهلي التعاقد مع اشرف بن شرقي. الاهلي يصنع التاريخ، يكتب الحدوته، فريق يعني الان يتجاوز انه يكون فريق كبير، تقول على فرق كبيره، لا هذا فريق اسطوري بالفعل، هو من خانه الفرق الاسطوريه، ينقابه بامجاده بانجازاته بامتيازاته.